انت لما جيت هنا اشتغلت ازاي؟ عملت ورق ازاي؟ انا عمتي هنا بعت لي عقد عمل ورحت عملت ورقي في بلد تانية في ليتشي، خلصت ورقي واحده واحده ونزلت دورت على شغل هنا في الدومو. لقيت واحد ابن حلال دلني على واحد، اشتغلت سكوريتسا في الامن لحد ما مسكت ورق. بس انت جايب عقد عمل، جاي بعد عمل. كلفك قد ايه بقى؟ كلفني 8000 يورو. بعد ما جيت بقيت شغال، بعد ما بشتغل اروح ادي الراجل ايه الحمد لله خلصت كل ورقي وكله تمام وشغال. طب انت ايه رايك بقى في الشباب اللي هم بيجوا هجره غير شرعيه ومن غير ورق ومن غير اي حاجه وبيدفعوا مبالغ 8000 و10000؟ لا انا ما انصحش اي حد الصراحه يجي اي بلد عن طريق البحر. لا ما تسهلش خالص، بالذات ميلانو مش زي مثلا اي بلاد تانية. هنا في مصريين كتير، في منهم الكويس جدا جدا ومحترمين جو، وفي ناس مش كويسه يعني يقعدوا يشربوا ويعكسوا في البنات ويزاولوا الناس وبتاع. بلاش تعمل غلط هتلاقي الغلط على طول. بالنسبه لاي حد جاي هنا، لو انت هتمشي كويس وهتمشي تمام هتصبر لحد ما تلاقي شغل. محدش هيساعدك، محدش هيقول لك تعالى انا هديك شغل بتاعي، انزل بنفسك دور واحده واحده هتلاقي شغل والدنيا هتبقى معاك تمام. اهم حاجه تتقي الله في اللي انت بتعمله، في شغلك في حياتك في دنيتك.